النهاردة ان شاء الله هنعمل طريقة عمل رز بلبن بطريقة سهلة جدا وبسيطة. عندي نص كوباية من الرز المغسول مش المنقوع، كوباية سكر، لتر لبن، 2 كوب من المية، فانيليا سائلة، وعندي قشطة، وعندي 2 معلقة كبار نشا و2 معلقة كبار كريم جانتيه. هنجيب حلة على النار، هضيف عليها كوبايتين المية، واول ما تغلي هنزل عليها بالرز وافضل اقلبه كويس جدا كده لغايه الرز ما يغلي معايا وينضج كده. طبعا انا ما بسيبش الرز ابدا، لازم اقلبه من وقت للتاني. اثناء بقى الرز لما يسيبه يستوي، هكون انا جايبه معلقتين من النشا على معلقتين من الكريم شانتيه، وهدوبهم بكوبايه لبن اخدتها من اللتر اللي هضيفه على الرز، وهبدا ان انا اقلبه كويس جدا. هنا الرز بقى وصل لمرحلة النضج، انا بحب المرحلة دي كويس قوي كده. استوى، هفضل انزل عليه باللبن وهقلبه كويس، وهضيف السكر وافضل اقلب فيه لغاية اما الاقي كده ان الرز شرب من اللبن. شايفين كده شرب من اللبن. انا هضيف بقى القشطة اللي هو وش اللبن، هضيفه على اللبن. هو كده كده هيسيح معاه لان درجة حرارة اللبن مغلية. شايفين اللون هيديني لون كريمي حلو قوي. انا ممكن استكفي بالمرحله دي واحط معلقتين النشا وادوبهم شويه ميه واقلبه كويس، هيتقل معايا وهيبقى لون الكريمي الحلو اللي احنا شايفينه ده. ممكن تستكفي بالمرحله اللي هي القشطه دي، لكن انا هضيف زي ما انا قلت لكم، هضيف الكريم شانتيه والنشا مع بعض عشان تديله يعني طعم زياده احلى يعني. زي ما احنا شايفين كده اهوت، شايفين اللون، شايفين عامله ازاي. هبدا بقى ان انا اضيفها عليهم وهقلبها كويس جدا لغايه لما النشا يستوي معايا ويبدأ يتقل معايا. هضيف الفانيليا وهقلب. شايفين الوش عامل ازاي، كرمش في الحل قبل ما يكرمش في الطواجن والكاسات. كده يبقى انا عندي الرز كده ممتاز قوي. هو كده دخل خلاص في السوا، خلاص كده انا داخل في مرحلة السوا. زي ما احنا شايفين كده هو كده خلاص. العلامة دي كده معناها ان النشا كده خلاص استوى. انا عايزاه كده الوضع ده عشان هو بعد كده هيتقل في الفرن معايا وهيتقل اصلا في التلاجة. عندي هنا بقى طواجن وعندي كاسات، هبدأ ان انا اضيف عليها الرز. عايزه اوريكم بس حاجه حلوه قوي. بصوا الشكل ده كده، شايفين الكرمشه، كرمش في الحله قبل ما يكرمش زي ما انا قلت لكم في الطواجن والكاسات. كده معنى ان الرز عندي ممتاز. هبدأ ان انا بقى اقلبه واضيفه بقى في الكاسات وفي الطواجن. زي ما احنا شايفين كده. هنكمل بقى بقيه الطواجن والكاسات ونرجع لكم تاني. انا كده خلصت خلاص الطواجن وعندي قشطه. انا بحب اعمل بقى مرحله حلوه جدا ان انا بحط قطع قشطه على الطواجن عشان لما اشغل الشوايه تديني لون ذهبي حلو قوي. عايزه تحطيها الاضافه ديت تحطيها، مش عايزه خلاص يعني كده كده الوش هيتحمر معاكي، بس دي بيديها دسامه وطعم حلو قوي كده على الوش. كده انا اهو. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اما بالنسبه للكاسات انا هغطيها بعد ما بردت تماما خالص هغطيها بستريتش وادخلها التلاجة عشان تعمل معايا الوش الحلو المكرمش. وادي شكل الطواجن بعد ما خرجتها حلوة قوي. والكاسات معلومة مهمة، لازم تختاري السكر يكون ابيض ما يكونش غامق عشان ما يغمقش معاكي اللبن.
ولازم تذوبي النشا والكريم جانتيه في لبن بارد او ماء بارد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبالهنا والشفا.